انا كنت هعمل طبيخ تاني خالص غير ده، بس سبحان الله كل ما افتح التلاجة الاقي حاجة قدامي اقوم ايه واخداها اهو. انا بحب المسقعه جدا. قليت فلفل وقرن شطة واحد بس، كان عنده نص بس مش وبرنجان. واحد يعني نص. برنجان. وبرنجان. لما اكون بعمله المسقعة بفتح عن كده، بس ما كنتش اعرف ما كنتش عاملة حساب ان انا هعمله الايه مسقعة. فانا قلت طالما بسبك الطماطم بالمرة احنا بنحبها، وما كانش عندي برنجان كتير بصراحة، هما 2 بس. اما اكون بعمل مسقعة بعملها مكعبات، بس انا ما كنتش عاملة حساب ان انا هعملها ايه مسقعة، فكانت طرنشات. فانا قلت لا اعملها مسقعة تبقى حلوة مع كام وصفة كده هنعملها مع بعض. هي بصوا هتاخد غلوة بس واحدة بس، هنحط بهاراتها اهي. احط شوية ملح صغيرين، حبة كمون صغيرين لان ما بحبش الكمون فيها كتير. نطرة شطة صغيرة يا جماعة، لان انا ايه حاطة ربع، حاطة نص قرن شطة في قلب حار، نطرة صغيرة خالص. مش هحط مية على فكرة، يعني ايه حاجة بسيطة خالص اهي. هغطي عليها بقى عشان الفلفل والبرنجان يستووا، تبقى جميلة جميلة والله. بس انا لما يكون عندي برنجان كتير بصراحة بقى ايه بكتر، بعمل 3 كبار، لكن دول 2 وسط. انا كنت هعملهم طبق، في طبق كده ايه الفلفل ياخدوا ايه، نعملهم. في ناس بيحبوا ياكلوا المسقعة برز على فكرة، بس احنا بناكلها بعيش، تبقى جميلة جميلة. حاجة لو انا مش عايزة اعك الغطا، يعني هنقلها على طول في علبة بلاستيك، طبق بلامين، ما بيحصلوش حاجة على فكرة. خلي بالكم من الحتة دي، لان هي هتستوي مش تاخد وقت، والطبق بيبقى سهل اللي هي ايه على طول بتغسل في ثانية. ده شوربة عندي من امبارح، هنعمل بها ايه شوية ملوخية حلوين. شوفوا كم وصفة وكم أكلة هنعملها النهاردة مع بعض، ومش هتكلفنا خالص. مش هننقل بس ايه، طبعا الطماطم دي كنت بسبكها اهي، اتسبكت خالص هعينها، كنت عاملاها الايه المكرونة تبقى جاهزة عندي. هاخد منها بردك حبة اعمل منها ايه الملوخية، انقلها بس هنا عشان ايه انقل ده هناك تبقى قريبة لكم للكاميرا. معايا الحلة اهي، هنزل بشوية زيت، طبعا هي الطماطم متسبكة، نزلت عليها اهي حبة شوربة بصفيها عشان لو فيها ايه بصل ما تنزلش في قلب التسبيكة عشان الملوخية. طلع منها بصل.
لو احتجت شوربه تانية هحط، لكن طماطم لا، هي طماطمها حلوه خلاص. شويه ملوخيه اهو. اخر حاجه عندي البومه كله. لو عايزين تحطوا مرقه فيها طالما شوربه فراخ حطوا براحتكم، مش عايزين خلاص. اهي بسم الله. طبعا هي منخوله وناعمه وكله، هتحتاج شوربه. بسم الله الرحمن الرحيم. شو جميله. طبعا هي اخدت كمان شويه شوربه كده، خلاص بقى هتاخد غلوه وهنقفل عليها. يعني كده عملت المسقعه ايه سبكت خلاص واستوت، والملوخيه استوت. مع اني والله ما كنت هعمل كده خالص النهارده، كان في دماغي حاجه تانية سبحان الله. اهي ما شاء الله. جميله. ما بحبش الخضره، بحب اللي هي لها طماطم متسبكه دي، بتبقى جميله جميله. اهي هدي عليها بس تاخد غلوه وهقوم قافله عليها. طبعا خلاص الملوخيه اهي هقفل عليها اهي كده اهي خلاص ما عادش فيها حاجه. اهي تبقى جميله جميله، مفيش فيها اي حاجه مكلكعه يا جماعه. شوفوا ما شاء الله. والمسقعه اتسبكت خلاص استوت خالص، هقفل عليها برضه. خرطت بطاطس اهي اي حجم، لان هي ايه مش هعملها مسلوقه للاكل، هتبقى مهروسه. مش عارفه عندكم بيقولوها ايه، حبه ملح واسيبها تستوى براحتها خالص. اغطي عليها. سلقت البطاطس واخدت منه نص اهوت، قليتها. اللي عايز ياكلها كده برضك ياكلها. وهرست اهي، قشرتها وهرستها اهي. لما تكون صعبه معاكم ومش عارفين تهرسوها قوي حطوا عليها حبه زيت تتهرس معاكم بسرعه. جميله. شوفوا لما انا حطيت عليها شويه الزيت اتهرست. طيب انا ما بحطش، في ناس بيحطوا لها توم، انا ما بحطلهاش توم يا جماعه. انا ما بحبش لها التوم بصراحه، لان احنا ما بنحبش التوم كتير في حاجات معينه. هننزل شويه كمون، هي بتحتاج كمون حبه حلوين اهمت. نطره بسيطه شطه، حاجه بسيطه خالص، لان عندي جنب ما بيحبش الشطه قد كده. حبه بابريكا مدخنه بيدوها طعم جميل قوي. اللي عايز يقطع عليها كزبره ناشفه، كزبره خضراء يقطع ويقلبها في قلبها.
البهارات في الاخر بعد ما تتهرس. حبة ملح بقى مش كتير لان احنا سلقينها بملح، خلي بالكم من الحتة دي. وطبعا كده عملنا احلى اكل، عملنا ملوخية وعملنا بطاطس مهروسة او مفروكة، معرفش انتوا بتقولوها عندكم ايه، كل واحد ويقول ايه حسب المكان اللي هو فيه. وقلنا منها جميلة 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 يا جماعة، جميلة. شوفوا لونها، هي طبعا ناعمة خالص، ناعمة خالص اهي خالص، جميلة. وفي خضرة وفي جبنة. والحمد لله، وكل سنة وانتم طيبين. مع السلامة.